السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة، شكرا أستاذة مميزة، وشكرا لضيفك الكريم. أنا أكلمكم دكتور عيسى العميري من دولة الكويت. كان اعتداء إيراني سافر على دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى سوريا، وعلى الأردن، وعلى قبرص، وعلى تركيا، حتى وصل للأسف وصل إلى أربيل، وإلى يعني في كردستان العراق. هذا النظام الإيراني التي كانت دول مجلس التعاون الخليجي مع النظام الإيراني في التهدئة وفي الدبلوماسية حتى لا تكون حرب. والكل يعلم بأن المفاوضات تم تفويض سلطنة عمان، وتم تفويض قطر في محادثات في جنيف. والكل يعلم بأن الدول مجلس التعاون الخليجي ليس لها هدف في هذه الحرب، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي كثيرا من الحروب التي بدأت في المنطقة، من حرب العراقية الإيرانية سنة 80 إلى 88، إلى الغزو العراقي الصدامي على دولة الكويت. فدول مجلس التعاون الخليجي ما تبي الحروب، لأن الحروب تأتي إلى فوضى وتأتي إلى دمار وتدمر المنطقة كلها. ولكن إيران أصرت على الحرب، وأصرت بعدم المفاوضات حتى تحقق غايتها والمراوغة واللف والدوران حتى تأتي بالحرب. وإيران من بدأت في الحرب، وليس دول مجلس التعاون الخليجي، وليس الدول العربية، وليس كردستان، وليس تركيا في هذا الموضوع، ولكن إيران هي من أقحمت نفسها في هذه الحرب. مع ذلك دخلت إيران في هذه الحرب من سنة 79 إلى الآن، يعني 47 سنة، ودخلت في الحرب. وخلال ساعة من أول يوم الحرب في 10 من رمضان تم اغتيال 40 قائد، بما فيهم خامنئي ووزير الدفاع وكل مستشارينه وكل قائدته. فبالتالي إيران هي من جرت المنطقة في هذه الحرب. وإيران إلى قبل قليل كانت تحاول بأن تكون توقف الحرب، ولكن هذه الحرب ليس لدول الخليج ولا الدول الغربية. نعم. لا، دول مجلس التعاون الخليجي لم تنضم إلى الحرب، مع الدبلوماسية ومع الحكمة ومع الحنكة، وليس مع الحرب. لأن دول مجلس التعاون الخليجي شافت كثير من الحروب، الحرب العراقية الإيرانية، العراق على الكويت. فهذه المنطقة ما تحتمل حروب، تحتمل حل المشاكل وفق الدبلوماسية. مع ذلك أصرت إيران على الحرب، وبدأت الحرب الأولى، وتم تدمير أو إرسال 4000 صاروخ حسب ما أسلفته في تغريدة الأستاذة المميزة. أتت في المركز الأول الإمارات، مع العلم أن الإمارات مع إيران الناتج الإجمالي السنوي بينهم 50 مليار دولار وليس تومان. مع ذلك كان النصيب الأسد من والنقطة الأولى والصواريخ على الإمارات. أتت في المركز الأول، تلاها السعودية والكويت وإسرائيل المعتدية على إيران، أتاها بس 500 صاروخ. تخيلي 500 صاروخ. ودول العربية والمسلمة والشقيقة التي كانت مع الدبلوماسية أتت إلى دمار شامل في البنية التحتية، في النفط. مع الحكام قالوا لم تخرج أي طلقة، ولم تستخدم لا برا ولا جوا ولا بحرا الصواريخ. ولكن أصرت إيران على تدمير البنية التحتية والنفط ومطارات الكويت، وقبل قليل مطار دبي والمنشآت النفطية. بل وصلنا بمنطقة حتى أتت إلى كثير من الوفيات، ناهيك على الإصابات. مع دول مجلس التعاون الخليجي تبي الدبلوماسية إلى اليوم. نعم. نعم. سؤالك ممتاز وجميل، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي مع الدبلوماسية والحنكة لم تدخل إلى الحروب، ولا تدخل إلى الحروب. ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل جر الخليج في الحروب، ولا تدخل في الحروب. مع العلم كفاءة الطيران والقوة والمنشآت البرية والجوية ممتازة فوق الوصف، ممتازة. واليوم ممكن تدخل الحروب وممكن تدمر إيران، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي إلى الآن تملك الحكمة وتملك الدبلوماسية، ولا تدخل في هذه الحرب، لأن الحرب هذه ممكن راح تكون ضرر على إيران أكثر من هذا. ما هو ذنب إيران في المنطقة؟ إيران من أتت إلى دول، من أتت في من سنة 79 وأتى بالخميني من قبل فرنسا، وتم تنصيبه مرشد الأعلى، وتوسع بالمنطقة حتى
أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبل زرع 4 دول منها اليمن ومنها سوريا مؤخرا ولبنان واليمن والعراق. فبالتالي اليوم دول مجلس التعاون الخليجي مع السلام، ولكن إيران لا تحب السلام، لا تحب الخصام، تحب الحرب، تحب العقيدة البغيضة التي نشرتها في دول العربية. انظري قبل قليل مليون نازح من لبنان، ما هو ما يعني ما جناهم يفترشون الطرقات والبحر بسبب خامنئي وبسبب الخميني. دول مجلس التعاون الخليجي مش هم اللي فرضوا الحرب، ومش هم اللي طلبون الحرب. اللي طلبت الحرب عبر توسعها في المنطقة إيران، وأصرت على السلاح النووي. احنا ما نقول انا مع. نعم، دول مجلس التعاون الخليجي تحت قصف، و4000 طائرة ومسيرات ودرون إلى تدمر المنطقة كلها، ولكن هم فرضت علينا الحرب، وإحنا ليس مستعدين للحرب وليس أهلا لها. مع ذلك نحن نملك القوة ونملك كذا، ومصداتنا عبر سلاحنا الجوي ودرع دول مجلس التعاون الخليجي من غير أي دولة أجنبية نطلب منهم، لأن احنا قادرين على يعني إيقاف المسيرات وجنودنا البواسل وطائراتنا الحديثة وكل أسطول مميز عندنا، ولم نطلب أي دولة أوروبية أو غربية أن تدخل بهذه الحرب، لأن احنا أهلا لها، وإحنا قد هذه الحرب، مع أن مش يعني فرضت علينا، ولكن نحمي نفسنا، ونحن ليس طرف بها. إسرائيل وإيران وأمريكا هم الأطراف المتنازعين، وليس لنا. إلى الآن دول مجلس التعاون الخليجي تحاول إلى اليوم أن يعني أصرح وزير الخارجية القطري قبل قليل بأن إلى الآن مع الدبلوماسية لوقف الاعتداء الإيراني، ومن ثم محاولة الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية لإنهاء هذه الحرب. يعني أنا أكلمكم الآن وصافرات الأنظار تدوي بخروج مسيرات على دولة الكويت. إلى الآن يتم قصف الكويت وتأتي صواريخ من إيران. هذا الآن الساعة 9:03 يعني. الآن صافرات الأنظار تدوي في دولة الكويت بوجود مسيرات وطائرات تحاول أن تستهدف المواطنين والمقيمين والبنية التحتية. هذا أولا. ثانيا دول مجلس التعاون الخليجي لم تبدأ بالحرب، ولكن إيران وعقيدتها اللا محسوبة واللا محمودة هي من أصرت على السلاح النووي الذي تملكه، وبالتالي اليوم فقدت القيادة وفقدت الخامنئي وفقدت 40 من القادة. وقبل قليل صرح ترامب بأن لا يوجد قادة من الصف الأول حتى نبحث معهم، كلهم تم تصفيتهم وتم ضرب جزء من السلاح النووي الإيراني تحت الأرض. كان من الأفضل أن إيران تجلس على طاولة المفاوضات، وأن لا تراوغ، وأن لا تكذب، وتقول أنا محتاج السلاح النووي السلمي، وتوفر له الاتحاد الأوروبي والعالم. ولكن حاولت تراوغ وتكون يمينا ويسارا خلال 47 سنة، وبالتالي دمرها خلال أول ساعة من يوم الحرب. فبالتالي احنا دول مجلس التعاون الخليجي كنا وما زلنا مع الدبلوماسية، ولكن إيران لا تسمع ولا ترى إلا آية الله المرشد تبعهم ماذا يقول، دمر هنا وكذا. اليوم احنا حتى خطابنا حق الشعب الإيراني اليوم إذا خرج إلى الشوارع تم قصفه وتم تدميره من قبل إيران والباسيج، وإذا جلس فوق الحرب الإسرائيلية والدمار الإسرائيلي، الله يكون في الشعب الإيراني الأعزل والذي ينطلق من نيران فوق وتحت. حتى أربيل وكردستان لم تسلم من إطلاق الصواريخ. احنا نمد يدينا مع كردستان ومع أربيل ما يقصف من قبل، لأن ليس لها هدف وليس لها غاية في الحرب، لا من قريب ولا من بعيد. ولكن إيران تقول علي وعلى أعدائي. إذا تعطيني وقت من يعني أستاذة، اليوم حتى خلايا التجسس في البحرين والقطر قبل كم من يوم أكثر من 313 شخص تم جواسيس لإيران. لو تكلميني على الموقع، المواطن أنا كويتي من سنة الثمانينات، من أول الثمانينات تم محاولة اغتيال الأمير الراحل من قبل إيران، وتم نجاته، وهو الشيخ جابر الأحمد، هذا موجود بجوجل وفي سجل. محاولة اغتيال الأمير الراحل الكويتي، تفجير السفارة الأمريكية في الكويت، تفجير السفارة الفرنسية في الكويت، قتل الأطفال وتفجيرهم في مفخخات، أطفال يلعبون في أماكن
منطلقة في الصحراء وتم تفجيرهم وقتلهم في المقاهي، ما يسمى في المقاهي الشعبية. إيران، أنا كمواطن كويتي تضررنا من إيران أكثر من، ناهيك عن الدول المحيطة لها. سادتي الكريمة، شكرا لضيفك الكريم، كل احترام والتقدير له ولشخصه وكلامه المميز. وفعلا يعني احنا ولله الحمد دول مجلس التعاون الخليجي توجد اتفاقيات مع فرنسا، مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد يعني سقوط النظام العراقي القاشم صدام حسين، في اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا، وهذا حق مشروع. يعني دول يعني الآن والله الحمد نملك كل المقومات. اليوم حاولت بريطانيا أن تدخل الحرب، وحاولت فرنسا أن تدخل الحرب بإرسال الفرقاطة الفرنسية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بفتح الأجواء لطائرة بي 52 لتزويدها بالوقود من قبل بريطانيا. كل الدول دخلت، يعني أنا أطلقت عليها في بداية الأزمة الحرب العالمية الثالثة. إيران من ناحية، احنا أمننا الحمد لله بفضل من الله والقيادة ممتاز بإذن الله، ولكن في تدريبات عسكرية، في دفاعات مشتركة، وإحنا دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم كله ممتازين. ناهيك ان ايران اليوم حتى اصدقائها ابتعدوا عنها. اليوم روسيا ابتعدت عن ايران، فتحت اليوم حتى النفط تم فتحه في من قبل ايران، من قبل روسيا مع امريكا، مفاوضات بيع النفط. الكل يعلم بان روسيا عليها عقوبات، وباعت ايران ان صح التعبير. الصين ابتعدت عن ايران. فرنسا الذي اتت بالخامنئي سنه 79 من فرنسا الى ايران ابتعدت واليوم ضمت الى قافله الامريكان والبريطانيين مع حلفائهم في دول مجلس التعاون الخليجي. تركيا الحليف الى ايران، تم ضرب تركيا وتم ضرب قبرص واذربيجان. هذه ايران اليوم لم تملك حتى صديق، يعني ما يوجد شخص راشد ويملك الحكمه والدبلوماسيه، لا يوجد. كل دمار وضرب الصواريخ على كل المنطقه، وخلي المنطقه كلها تزعزع بامن واستقرار. هذا ياتي من حقد وقل وكره الى الدول الخليجيه والعربيه، بل حتى الدول المحيطه في المنطقه التي ليس لها هدف من هذه الحرب. سيادتي الكريمه، لا رجاني هو الان مطلوب، اين موجود؟ اي بيسمنت موجود، اي سرداب موجود، هو مطلوب، وتم يعني وضع 10 مليون دولار للقبض عليه، وكذلك مشتبه او ما يسمى بين قوسين مختبئ. وناس يقولون مختبئ انه ابعد الى روسيا وتم علاجه في روسيا. احنا لاريجاني او القياده الايرانيه ليست صادقه، بمعنى صادقه ليست ستريت يعني، فتحاول ان تلف وتدور ومراوغه، حتى ما اتى بها الحرب الان الا بلف والدوران والمراوغه. نعم، هذا انا بشرك، هذه الصوره قديمه، والصوره لاريجاني كانت في 2024 2024، وتم عمل الكوبي بيست ما يسمى الذكاء الاصطناعي، وتم الزج بها. نعم مسعود، بس لا انا اقول لك اليوم القدس كان مسعود بزكشيان موجود، نعم، وعباس عراقجي وزير الخارجيه موجود، ولكن علي لاريجاني لا، كانت الصوره قديمه. واليوم الذكاء الاصطناعي AI متميز بوضع الصوره مع البوس كانه يوم القدس. هذا واحد وانا متاكد منها. اثنين، الشعب ايران 93 مليون. احنا كل الاحترام والتقدير الى الشعب الايراني الابي الصامد بين نيران اسرائيل وبين اي شخص يخرج متظاهر يتم قصفه او قتله من قبل الباسيج. فاحنا مع النظام الايراني، ولكن حتى مشتبه لما تم انتخابه يقول انا وفقا لبيان اني انا لم اعلم بتم اختياري، وهذا اختياره من قبل 80 معمم، وليس رجوع للشارع الايراني الذين يملك 93 مليون. بمعنى اليوم المرشد هو ما يعلم انه هو تم اختياره، والشارع الايراني لم يتم التصويت عليه. اليوم دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الله قويه ولها قوه ولها حكمه، وهي قادره عن بر الامان مع الدبلوماسيه التي تملكها. اليوم العالم كله يعول على دول مجلس التعاون الخليجي، راينا روسيا واوكرانيا تعول على مصداقيه دول مجلس التعاون الخليجي، وجرت مفاوضات في المملكه العربيه السعوديه حتى تخرج الى بر الامان.
وليس العالم كله. واليوم صدر الاسبوع الماضي صدر قرار من الامم المتحده بعدد 135 شخص يدينون العدوان الايراني على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى سوريا وعلى الاردن وعلى كل دول المنطقه ان صح التعبير. العالم كله مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحبذ الدبلوماسيه والحنكه، واتمنى ان يكون رجل راشد وصادق ورشيد ان يقود ايران الى بر الامان. اما ان يقودها الى بر الامان او نرى ان ايران راح تكون ممزقه ان صح التعبير، دوله سنيه، دوله شيعيه، ودوله كرديه. كل الاكراد يستحقون ان ينالوا جزء من الدوله الكرديه ان صح التعبير. صدر قرار ولله الحمد الاسبوع الماضي باجماع 135 دوله بالادانه الايرانيه على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى دول عربيه، وهذا مؤشر ممتاز. الشيء الثاني، بعد الانتهاء من الحرب راح يتم رفع مذكرات الى الامم المتحده بالانتهاكات الايرانيه، بالتعويض المادي، بالتعويض الادبي، بالاعتذار على ما قامت به وسببته ايران في المنطقه، وعلى الدمار الشامل الذي لحق المواطنين والمواطنات، المقيمين والمقامات، المنشآت النفطية، المطارات. يعني عندنا مطار في الكويت تو قيد الإنشاء يبني وتم قصفه 3 مرات بحجة وجود قاعدة أمريكية، وصروا قادة دول مجلس التعاون الخليجي لم تخرج لا طلقة ولا استعمال دول مجلس التعاون الخليجي في القواعد. مع ذلك لم يخرج مواطن أمريكي يكون ميت في هذه الذي تم قصفه بدول مجلس التعاون الخليجي، حسب ما افادت ايران بانها قواعد يعني تم استهدافها. وهذا طبعا التضليل، وانا اسف اقول الكذب والافتراء من قبل ايران على دول مجلس التعاون الخليجي، وراح ترفع رساله قويه من دول مجلس التعاون الخليجي الى مجلس الامن بالادانه بكل الطرقات، ماديه وادبيه واعتذاريه، من قبل ايران على دول مجلس التعاون الخليجي. كل يوم والثاني تحصل حرب ويشن النظام الايراني على دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم لا يوجد لديه اصدقاء، حتى سلطنه عمان وقطر المفاوضين له خسرهم في هذه الحرب ان صح التعبير. وبالتالي اليوم ايران يعني بوجهه نظري ذهبت بلا عوده.